دي حظة. لا دي مش حظ. استنى هتشوف الجون داخل عليك دلوقتي. يا سلام. حظ. لا ده تكتيك، مفيش اي له علاقه بالحظ. الارجنتين حظ. الارجنتين حظ. يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في الحلقه السابعه واسبوع جديد. وبما انها الحلقه السابعه فسبع حاجات نتعلمها من كاس العالم. اول حاجه واهم حاجه ان احنا نتقبل الاختلاف. تقبل الاختلاف بينك وبين كل الناس، انك تبقى عارف ان مش كل الناس زي بعض عشان تقدر تفهمهم وتتعامل بما يتناسب معاك ومعاهم. الاختلاف موجود بس للأسف مش الكل بيقدر يتقبل الاختلاف ده. بالعكس في ناس بتشوف المختلف عنها باحتقار، وده اللي شفناه كتير قوي في بداية كاس العالم قطر، لما كان فيه اعتراضات في بداية المونديال على شرب الخمر أثناء المباراة وارتداء شارة الألوان. من الذكاء انك تتقبل ثقافة الدولة واختلافها، خاصة انك رايح عندهم وتحاول تتعلم حاجة جديدة ما كنتش تعرفها وتستمتع بالتجربة كلها عشان ممكن ما تعيش زيها قريب. 2. لو عايز تنجح في حاجة ما تعتمدش على حظك وبس. شفنا كتير من المنتخبات الأوروبية اللي شاركت في مونديال قطر وقد إيه كان عندهم ثقة عظيمة في حظهم لدرجة إنهم مستتفهين المنتخبات التانية، والأكتر من كده كانوا ضامنين الفوز عليهم. هنا هم اعتمدوا على حظهم بس وما اشتغلوش بذكاء، ده اللي خلاهم يفشلوا أو يخسروا مباريات محدش كان يتوقع خسارتهم فيها. على العكس من ده في منتخبات تانية كتير اشتغلوا على نفسهم بذكاء وعملوا خطط رائعة جدا ونزلوا الملعب وأثبتوا إن النجاح بالجهد مش بالحظ. الحاجة اللي محتاجين نتعلمها من هنا، لو عاوزين ننجح فعلا في حاجة لازم نخطط لها كويس جدا حتى لو احنا متأكدين إن حظنا حلو. وده مش معتقد صح، لأن التوفيق بيكون من عند ربنا مع الأخذ بالأسباب. يبقى لازم ولا بد وحتما ننظم نفسنا وفكرنا علشان نوصل لهدفنا الكبير. 3. كل المفروض مرفوض. يعني ايه ده؟ يعني مش هناخد حاجات مسلم بيها طالما هي مش قاعدة كونية. كل حاجة بتتغير واحنا كمان. ما تقبلش بحاجة وتتوقع حصولها كده كده لمجرد ان هي حصلت مرات كتير قبل كده. ايه علاقة ده بقى بكاس العالم؟ في الاغلب اللي بيوصلوا لنهائيات كاس العالم منتخبات اوروبية، ده اللي احنا متعودين عليه وناس كتير فاكراه انه المفروض. لكن اللي رفض المفروض قدر انه يشتغل ويوصل لنتائج جميلة، وده اللي خلانا نشوف مزيج من القارات بيوصلوا للمراحل النهائية، وده كان زايد المتعة. نسقط ده بقى على حياتنا. مش المفروض انك تقبل كل اللي بيتقالك عشان غيرك عمل كده، وما تكونش متميز لمجرد ان هم اقنعوك او بيحاولوا يقولوا لك ان ده مش ليك. اسعى وتوكل على الله واكيد هتلاقي نتائج مبهرة. 4. الإصرار من صفات الناجحين. لما انت بتكون متعود انك دايما شخص ناجح فانت بتكون رافض تماما تسيب اي حاجة للحظ او الظروف. حتى لو كانت الظروف دي معكساك فانت بتعمل كل جهدك عشان توصل للهدف الكبير اللي انت شغال عشانه واللي مش هتتنازل ابدا عنه. زي الارجنتين، على الرغم من المطبات اللي عدوا بيها في بداية المشوار الا انهم بيصعدوا وبيتصدروا ومصرين على الفوز. 5. لا تغضب. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سألوا رجل يا نبي الله أوصني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد قال لا تغضب. الغضب من الصفات اللي كلنا بنتمنى ان هي ما تكونش موجودة او حتى نقدر نتحكم فيها، وهي مش من المشاعر اللي بنطلق لها العنان ونسيبها تتحكم فينا، بل العكس، لازم احنا اللي نتحكم في غضبنا. وزي ما عرفنا طرق التحكم في الوقت هنعرف مع بعض قريب ازاي نقدر نتحكم في غضبنا. نسقط ده بقى على المونديال ونشوف ازاي الغضب مش لطيف. في المونديال ده على عكس اللي فاتوا ما كانش فيه بطاقات حمراء كتير زي ما كان بيحصل في كل كأس عالم، وده شيء كتير استغربوا منه. السبب هو ان معظم اللاعبين ما كانش عندهم غضب مسيطر عليهم. في ناس افتكرت عشان بيلعبوا في الشتاء، لكن الحقيقة ان معظم اللعيبة كان عندهم نسبة كبيرة في التحكم في الغضب، وده شيء جميل جدا. 6. مفيش حاجة مستحيلة. ما تصدقش اي حد يقولك مستحيل يحصل او مستحيل توصل. طالما انت بدأت صح وبتعمل كل جهدك ومنظم وقتك وعندك إصرار هتوصل للمستحيل اللي كلموك عنه ده. المستحيل هو انك تعتمد على حظك بس عشان تنجح وتقول يا ناس كتير ما عملوش حاجة وكانوا ناجحين، دول محظوظين قوي. بس هنرجع نفكرك ان ده مش حظ. في حاجات كتير جدا احنا ما نعرفهاش عن حياتهم، الحاجات دي كانت هي الدافع ليهم علشان ينجحوا، ومحدش بينجح من غير سعي. اسعى
وتوكل على الله وخد بالأسباب، وهتلاقي ربنا بيكرمك دايما. 7. لو عاوز تنجح فاجئ الكل، مش مرة، على طول. ايه الهدف بقى من الكلام ده؟ كتير مننا لما الناس بتتفاجأ بنجاحه المش متوقع بيقعد كده ويحط رجل على رجل ويقول انا عملت وانا نجحت، وهو اصلا لسه ما وصلش للهدف الكبير، فبيقل مجهوده مع الوقت وبيبدأ يقع في منطقة التسويف لانه ما قدرش الخطوة الجميلة اللي عملها في الاول، وتكاسل عن بذل مجهود اكبر او تنظيم افضل عشان يوصل لهدفه الكبير. ده بالظبط اللي حصل مع السعودية في مباراة الارجنتين، لما كانت الفرحة عظيمة جدا، مفاجأة تقيلة محدش هينساها، لكن عشان ما كانش فيه تنظيم كويس للنجاح التاني كانت النتيجة خروج السعودية من التصفيات. على فكرة بقى، كأس العالم فرصة جميلة جدا ان نتعلم منه حاجات كتير، ونستفيد من الأخطاء اللي بتحصل في الملعب بدرس نتعلمه في حياتنا. الكورة بالنسبة لنا متعة، بس بالنسبة للاعب دي حياته ومهنته والكارير بتاعه، وهو بيحقق النجاح اللي بيسعاله. انت كمان لازم تكون بتسعى عشان تحقق نجاحاتك الخاصة اللي هتخليك فخور بنفسك وتوصل لهدفك، مش بالحظ اللي ممكن يخلينا نفشل، لكن بالذكاء اللي بيخلينا نخطط صح ونعمل ونجتهد. وبكده نكون خلصنا حلقة الأسبوع دوت. قولوا لنا مين تتوقعوا هيفوز بكأس العالم، الأرجنتين ولا فرنسا؟ وتابعوا حلقاتنا اللي فاتت وتابعونا في السوشيال ميديا عشان تعرفوا أكتر. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي. سلام.